السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده يا حبايب قلبي؟ هنعمل كيكة جميلة جدا. هنعمل مع بعض كيكة الرواني بطريقة سهلة ومقادير متوفرة عندك في مطبخك، ان شاء الله هتعجبك. عايزة بس اوريكم حاجة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين؟ جميلة جدا، تحفة. شايفين شكل الصينية؟ حلوة قوي. اتمنى من كل قلبي انكم تدخلوا معايا الفيديو وتشوفوا ايه احنا عملنا كيكة الرواني ازاي. اهلا بيكم يا حبايبي. النهارده هنعمل كيكة الرواني، كيكة لذيذة وبسيطة تحفة يا حبايب قلبي، نتيجة زي الفل. مقاديرها بسيطة زي ما انتم شايفين. معايا كوباية من السكر، كوباية من الحليب، كوباية الا ربع من الزيت، معايا 2 عدد بيضة، معايا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، 3 معالق كبار من جوز الهند، ومعايا كمان كوباية من الدقيق، وكوبايه الا ربع من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه، كيسين من الفانيليا، ورشه ملح. هي دي بس كده ايه المقادير. وايه هنستخدم الخلاط، ما عندكيش خلاط استخدمي ايه المضرب اليدوي. انا معايا هنا الخلاط بتاعي، هحط فيه ايه عدد 2 بيضه، كوبايه من السكر، كوبايه من الحليب، كوبايه الا ربع من الزيت، و3 معالق كبار من جوز الهند. ولو عندك نكهة برتقال ممكن تحطي. هنضرب الكلام ده كده كله في الخلاط لمدة دقيقتين. زي ما انتوا شايفين قدامكم ضربت المواد السائلة كلها في الخلاط. هجيب الطبق اللي انا هستخدمه، احط دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، واحط كمان الدقيق، كوباية من الدقيق، كوباية الا ربع من دقيق السميد، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، رشة ملح دي بتظبط الحلويات، ومعايا كمان كيسين من الفانيليا، واقلب. هنزل كده واقلب. حاولي ما تقلبيش كتير، قلب بس كده لغايه ايه ما نلم الدقيق زي ما انت شايفه قدامك كده. جيبي كده من تحت علشان لو في دقيق ولا حاجه تقلبي كله في بعضه. وكده قلبنا الخليط بتاعنا. كيكه الرواني من اسهل الكيكات والطعم بيبقى تحفه. معايا الصينيه اللي انا هستخدمها، دهناها بالسمنه ومبدراها بالدقيق، ومشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180. هندخل فيها صينيه الرواني، هتقعد ايه 45 دقيقة. هظبط الصينية، صبيت الخليط في الصينية زي ما انتوا شايفين كده كده، ومشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 زي سبق ما قلت لكم. هدخل صينية الكيكة او صينية الرواني لمدة 45 دقيقة زي ما انتوا شايفين كده. خلال ما هي في الفرن هنبدأ نعمل ايه الشربات بتاع كيكة الرواني.
الشربات ده عبارة عن ايه؟ كوباية سكر وكوباية مية وعصرة ليمون، بس مش اكتر. الكيكة خرجتها من الفرن زي ما انتوا شايفين كده. هنبتدي بقى ايه؟ نسقيها. سقيتها كده، هغطي عليها واسيبها لغاية ما تهدى خالص وتشرب الشربات بتاعها، وبعد كده ايه؟ نقطعها مع بعض. حبايبي بعد ما الكيكة هديت وارتاحت وشربتها الشربات بردت خالص، اوعي تقطعيها مثلا وهي سخنة عشان هتفرول منك. هنبتدي بقى كده ايه؟ نقطعها مع بعض. كده قطعنا الكيكة. نحط كده كده ايه؟ جوز الهند. لذيذة جدا، اتمنى انكم ايه؟ تجربوها، ان شاء الله تعجبكم. اوريكم كده حتة. بسم الله، ما شاء الله. شايفين يا حبايبي؟ ايه رأيكم؟ هشة مش مكتومة، شايفين؟ وشاربة الشربات بتاعها، طعمة ولذيذة وجميلة، تحفة. وكده يا حبايبي الفيديو بتاعي خلص، اتمنى انه يعجبكم. عملنا النهارده مع بعض كيكة الرواني بطريقة حلوة قوي وطريقة سهلة جدا ومقادير متوفرة في مطبخك. اتمنى من كل قلب انها تعجبك. اذا عجبك الفيديو لايك وشير وفعلي لي زر الجرس واشتركي لي في قناتي عشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.